هنلون مع بعض حلقة كاملة من بودكاست عن أدوات التجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلون مع بعض حلقة من بودكاست عن أدوات التجميل. يلا بينا. انا خلصت حلقة البودكاست دي مونتاج، عاوزين ندخل بقى نلون الشطات. فهندخل هنا على صفحة الكالر بيج. دول السيكونس اللي احنا هنلونه، عندنا ده وده 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 وده. هنيجي على اول سيكونس كده علشان نلونه، وهنيجي هنا على قائمة الكليبس نقفلها علشان نوسع الدنيا. وعندنا هنا اول نود هنضغط عليه كليك يمين ونختار نود ليبل علشان نبدأ نسميه، وهنسميه اكسبوجر، وده هيبقى خاص للإضاءة. وهنعمل النود التاني ونسميه كونتراست، وهنعمل النود التالت ونسميه وايت بالانس، وهنعمل النود الرابع ونسميه ساتوريشن، وهنعمل النود الخامس ونسميه HSL، ونعمل النود السادس ونسميه Sharpen، ونعمل النود السابع ونسميه Lock، ونعمل النود الثامن ونسميه Face، وهنعمل النود التاسع ونسميه Beauty، وهنعمل النود العاشر والأخير ونسميه Noise. تعالوا كده بقى نوسع الدنيا علشان نشوف كويس. هنبدأ بأول نود نظبط الإضاءة من الإكسبوجر، ونيجي هنا على الجين ونبدأ نرفع الجين شوية، ونيجي على الليفت ونرفعه شوية لأنه كان نازل، ونيجي هنا في النود بتاعة الكونتراست ونظبط الكونتراست الديفولت بتاعه 1000. احنا بقى نشوف ان كنا هنزود او نقلل، المهم الصورة بتاعتنا تبقى مظبوطة ومريحة للعين. ونيجي هنا على النود بتاعة الوايت بالانس ونبدأ نظبط منها التمب والتنت. ولو جيت ناحية اللون الأزرق بيبقى الصورة بتاعتي كولد باردة، باجي ناحية الأصفرات بتبقى الصورة بتاعتي وورم. وهنا في التين يا إما بسحب ناحية الماجنتا يبقى الصورة محمرة، يا إما ناحية الأخضر بتبقى الصورة واخدة سنة الخضار. ولو أنا مش عاوز أعمل ده وعايز أعمل أوتو، فباجي هنا على المارك ده وبضغط عليه ضغطة واحدة بيعمل لي الوايت بالانس أوتو. طبعا كل تعديل بنعمله في أي نودز بيأثر على الإضاءة. فهنيجي هنا على الإكسبوجر نبدأ نظبطها تاني، أي حاجة اتغيرت نبدأ نظبطها. أهو لاحظنا إن الليفت نزل شوية فبنرفعه سنة. نخش على النود اللي بعده بتاعة الساتوريشن، تشبع اللون. فالساتوريشن الديفولت بتاعه بيبقى 50، فاحنا ممكن نزود شوية يعني 70 كويس. ونيجي هنا على الكالر بوست اللي هو بيشبع الالوان في الاماكن المظلمة ونزوده شوية وليكن مثلا 10. اهو زي ما قلنا برضو الاضاءة اتأثرت، فبنيجي هنا على الاكسبوجر ونبدأ نرفع الليفت سن او الشادو. ندخل على النود اللي بعده بتاع ال HSL اهو، وبنيجي هنا في الايكون دي بتاعت الهيو، وده تغيير اللون من لون للون تاني. فنيجي هنا نضغط على لون البشرة، وعلشان نحدد لون البشرة المظبوط بنيجي هنا نغير من البارد للفيكتور سكوب، ونبدأ نحرك النقطة دي لفوق ولتحت لحد ما نوصل للون المناسب للبشرة. وهنلاحظ هنا في الفيكتور سكوب ان الخط الابيض الطويل ده اول ما المؤشر بيقف على الخط الابيض بيبقى ده افضل لون للبشرة. ونرجع نغير من الفيكتور سكوب للبارد تاني. ندخل بعد كده على النود بتاعة الشاربن، ونيجي هنا لقائمة الشاربن، ونيجي هنا نلاقي الديفولت بتاعها 50. كل ما ننزل لتحت الحدة بتزيد، نطلع لفوق الحدة بتقل وبتبقى الصورة فوق. فاحنا ننزل مثلا لحد 45. نيجي بعد كده على النود اللي بعده بتاع اللوك، ونيجي على الشادو ننزل بيه شوية ناحية السيان او التيل، بحيث ان اي حاجة مظلمة فيها شادو في الصورة تبقى لونها تيل. ونيجي ندخل في قائمة الكالر ويلز ونيجي عند الجاما ونسحب المؤشر ناحية الاورنج، بحيث ان احنا نبقى عملنا اللوك بتاع تيل اند اورنج. وطبعا زي ما قلنا ان اي حاجة بنعملها في اي نود بتأثر على الإضاءة، فممكن ندخل كده نظبط الإضاءة، نشوف الليفت، ونيجي هنا على الجاما برضو اللي هي منطقة الوسط نظبطها، لو مظلمة شوية نزودها. احنا كده عندنا الليفت اللي هي المنطقة اللي تحت خالص المظلمة، والجاما اللي هي المنطقة الوسط، والجين اللي هي المنطقة العليا اللي فيها الإضاءة العالية، الجزء اللي فوق من الصورة. ونيجي هنا على النود بتاعة الفيس. انا ما يتهيأليش ان احنا هنحتاج الفيس في حاجة. وهنيجي للنود بتاعة البيوتي، هنوسع الدنيا شوية كده لأننا هنفتح قائمة الإفكتس، ونيجي في السيرش ونكتب بيوتي، فبيظهر لي التأثير كده. ببدأ أسحبه وأحطه جوه النود. هنا الديفولت 500، أنا هزوده كده لحد 750 بيديني تنعيم للصورة. هنقفل قائمة الإفكتس وندخل على آخر نود معانا اللي هو النويز، ونطلع تاني لقائمة الإفكتس
ونكتب في السيرش نويز فيظهر لي النويز برودكشن. هنسحب التأثير نحطه جوه النود وهنبدأ نظبطه. هنا رقم 3 ده هنزوده لأعلى حاجة اللي هو 5، ونيجي هنا في الفاستر نخليها بيتر اللي هو أقوى. تمام، ده لو جهازك يستحمل. وهنيجي على القيمة هنا من 0 وممكن نزودها مثلا ل10 علشان برضو ما نخفيش معالي. ونيجي هنا برضو من الفاستر للبيتر. تمام، وبرضو هنيجي هنا من 0 نزودها برضو 10. طبعا القيمة انت بتزودها على حسب خيالك وعلى حسب رؤيتك للصورة وعلى حسب كمية النويز اللي موجود. هنقفل قائمة الافكتس ونوسع الدنيا كده ونيجي نشتغل على الكيرفز. هاجي هنا على الثلاث نقط دول واختار اد ديفولت انشورز. الجزء الاخير من الخط ده مسؤول عن الاجزاء المظلمه داخل الصوره، والخط من فوق ده مسؤول عن الاجزاء المضيئه داخل الصوره. اهو انا شايف كده زي الفل. تعالوا نشوف الصوره قبل وبعد. كده تمام. هنفتح قائمة الجاليري ونبدأ ناخد من السيكونس اللي احنا لوناه جراب ستيل، لان انا عندي سيكونس تاني زي ده بالظبط ما تلونش. هنفتح قائمة الكليبس، ببدأ اخد الجراب ستيل اللي انا خدته من نفس السيكونس واسحبه على السيكونس اللي ما تلونش. مش هرجع اعمل ده كله تاني في نفس السيكونس. هنيجي على السيكونس ده، لا انا هسحب الجراب ستيل ده عليه. فهنقفل قائمة الجاليري قائمة الكليبس علشان نوسع الدنيا ونبدأ نشوف السيكونس بتاعنا عاوز ايه. هتلاقي بس الاكسبوجر الاضاءة بس هي اللي مختلفة من كادر لكادر. فهنيجي هنا في الليفت هنلاقيه مرفوع سنة اهو، نبدأ ننزله اهو بقت زي الفل. وطبعا الكادر هنا معانا الفيس واضح جدا، فهنخش هنا في النوت بتاعت الفيس ونبدأ نظبط الفيس بتاعه. ونفتح قائمة الافكتس ونبدأ نكتب في السيرش فيس. هيظهر قدامنا اهو. هنسحب التأثير على النود ونيجي هنا نضغط على انالايز. هو كده بيبدأ يتعرف على الوش اللي معايا في الصورة اللي هو الفيس. اول ما يتعرف عليه نيجي هنا نلاقي القيمة الديفولت بتاعتها 500. نبدأ نزود بقى براحتنا على حسب ما احنا شايفين الصورة وعلى حسب رؤية. انا مثلا هزود لل1000 ونقفل قائمة الافكتس. نفتح بعد كده قائمة الكليبس ونفتح كمان قائمة الجاليري ونبدأ ناخد نسخة كمان جراب ستيل. هنيجي على السيكونس اللي بعده هو هنسحب النسخة الجراب ستيل عليه. ونيجي على السيكونس الاخير هو برضو في نفس اللوكيشن. هناخد الجراب ستيل ده عليه وكل اللي هنظبط فيه برضو الاكسبوجر. هنقفل قائمة الجاليري ونقفل قائمة الكليبس عشان نوسع الدنيا اهو. هنجيب قائمة اللوج ويلز ونبدأ نظبط الهايلايتس بتاعنا لان انا ملاحظ ان الهايلايتس عالي. تمام، ونفتح قائمة الجاليري وناخد منه برضو نسخة جراب ستيل. وهنفتح قائمة الكليبس، السيكونس ده زيه هنسحب عليه الجراب ستيل، والسيكونس ده كمان زيه هنسحب عليه جراب ستيل. ونقفل قائمة الجاليري ونقفل كمان قائمة الكليبس. وتعالوا كده نراجع الشوطات اللي معانا قبل وبعد اهو. ده قبل وده بعد، ده قبل وده بعد، وده قبل وده بعد. بس كده يا شباب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ويا ريت تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تستفادوا من كل حلقات. ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خيركم. السلام عليكم.